بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم بريوش بالعجينة اليابانية. هذا البريوش من خفتو طراوتو بنتو قد ما تاكلوا ما تشبعوش منه. راح نقسم لكم حبة تشوفوا مصداقية الوصفة. هنا الصورة راهي تعبر وحدها. نروحوا الآن طريقة التحضير. عندي هنا كيس تاع ماء، ونزيد له 2 مغارف كبار معمرين مليح تاع نشا. هنا نخلطهم مليح، ومن بعد ندي نحطهم على نار متوسطة ونبقى نخلط فيهم حتى يثقل القوام ويولي بهذا الشكل. هنا نخليه يبرد. هنا من جهة أخرى نجيب كاس تاع حليب يكون دافي، ونزيد له 2 مغارف كبار سكر ومغرفة كبيرة خميرة الخبز، ونخلط مليح حتى نحس الخميرة ذابت. من بعد نزيد بيضة كاملة وبياض بيضة، والصفار نحتفظ به ندهن به من فوق، ونزيد الخلطة اللي كنا وجدناها من قبل وبردت، ونخلط كلش مع بعضها. هنا عندي الكاس الاول تاع الفرينة، ونزيد مغرفة صغيرة تاع الملح ونخلط. عندي الكاس الثاني، والكاس الثالث، والكاس الرابع، ونزيد نخلط. هنا نزيد نص كاس، من بعد نزيد ربع كاس تاع زبدة ذايب وبارد، ونحاول ندخل الزبدة مليح في العجينة. شوفوا القوام تاعها كيف ولا. هنا نزيد لها 3 مغارف معمرين مليح تاع فرينة. المغرفة الثالثة راهو تحدث لي المقطع البنات، ما تنساوش ديروا 3 مغارف معمرين مليح. من بعد ننظف يدي نشمخها بشويه تاع ماء ونجي نخلطها مليح كيما راكم تشوفوا فيا هنا. العجينة راهي تكون شويه جارية، ندهنها من فوق ونغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها. هنا بعد ما ضاعف الحجم نتاعها نجي نخرج لها الهواء، ودهنوا يديكم بالزيت لخاطر العجينة راهي طرية بزاف. وشكل كرات انا هنا درت 24 حبة كيما يقولوا ناس زمان، كولي وكلي، وحاولوا ديروهم قد قد. هنا دهني دهنة خفيفة برك بالزيت، وحاولي تبسطي الحبة على يدك. انا هنا درت لها مغرفة تاع صغيرة تاع شوكولاتة الطل ولم العجينة. هنا الصورة راهي واضحة البنات، لموها مليح باه من بعد كي يطيب لكم ما تخرج لكمش شوكولاتة الطل. ونحطها في بلاطو كنت فرشت ورق الطبخ، وحاولوا تخليو مسافة بيناتهم لخاطر راح يزيد يضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما كملتهم نجي ندهنهم بالصفار تاع البيضة اللي خليته، كنت زدت لها شويه حليب وقهوه، ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها نجي نزيد ندهنهم للمره الثانيه، وهذا هو السر تاع اللون اللي خرجوا به. وندخلها للفرن تطيب على درجه 150 كنت سخنته من قبل. هنا 4 حبات هذو نطاروا بهم الولاد من قبل ما يبرد، وهذا تاع المجموعه الثانيه.
انا هنا في الاخير كنت دهنتهم بالمربى ورشيت عليهم مكسرات، وديما نقول لكم التزيين يبقى اختياري. جربوها البنات وما تندموش، صدقوني جا خفيف وبنين. سلام.